عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع جازي. خلصنا موضوع جوده الطرق، هنتكلم بقى عن شبكه الطرق. بس انا بجد فخور بشبكه الطرق عندنا في مصر دلوقتي. انا من الناس اللي بسافر بالعربيه كتير قوي. الطرق الجديده سهلت عليا الموضوع ده جدا وخلتني دلوقتي اعرف اسافر بعربيات انا ما كنتش بعرف اسافر بيها قبل كده. كان زمان لازم اجيب عربيه عاليه اسافر بيها عشان المطبات والحفر والكلام ده كله. لكن انت دلوقتي اهم المدن في مصر مربوطه بطرق، شبكه الطرق بصراحه خطيره. انا من الناس اللي بسافر بورسعيد كل شويه. انا ساكن في القاهره بس انا بحب بورسعيد. ليه؟ انا في يوم من الايام اتولدت في بورسعيد وبحب فعلا اكله سمك هناك، بحب اتفسح في بورسعيد. انا جو بورسعيد بيريحني. زمان كان الواحد بيضطر ياخد طريق الاسماعيليه، بعد كده من طريق الاسماعيليه يطلع على طريق القناه عشان يوصل بورسعيد. دلوقتي لما عملوا محور 30 يونيو انت بتوصل لغايه محور 30 يونيو في طريق 4 حارات يمين و4 حارات شمال اللي هو طريق العاشر من رمضان، وبعد كده تاخد محور 30 يونيو في 100 كيلو بتبقى بورسعيد. انا بقيت بوصل لبورسعيد ما بين ساعه ونص ساعتين، وده بصراحه انجاز كبير قوي. والطريق نفسه بجد بجد نضيف جدا. بقى الواحد فعلا دلوقتي عايز ياكل اكل سمك حلوه، والله هيطلع بورسعيد ويرجع ويوفر الفلوس اللي هيدفعها في القاهره، وكمان هينبسط بالطريق مع الناس. ولو رحت بورسعيد وعايز اي حاجه من هناك يا ريت تكتب لي في الكومنتس تحت، انا احب اساعدكم جدا عشان من البلاد اللي انا بحبها. مش هتكلم طبعا عن الطريق الصحراوي بتاع القاهره اسكندريه عشان انا عارف اغلبكم استخدموه قبل كده، بس هو فعلا من الطرق اللي بقت طرق دوليه. عشان احنا اي طريق حلو بنسميه طريق دولي عادي جدا، ممكن نسميه طريق مصري، ما احنا في مصر نعرف نعمل حاجات حلوه. فالطريق الصحراوي فعلا من الطرق اللي هي حلوه قوي قوي قوي، وفعلا سهلت على ناس كتير السفر من القاهره لاسكندريه. طبعا في طرق تانية الناس ما تعرفش عنها خالص، زي مثلا طريق بنها الحر. انت دلوقتي عشان تروح بنها ولا تروح طنطا ولا الكلام ده كله كان زمان بتمشي على الطريق الزراعي وبصراحه بيطلع 3 عينك عشان توصل. دلوقتي مع طريق بنها الحر والطرق الجديده اللي في وجه بحري الوصول للمحافظات بقى فعلا سهل جدا. وانا بشجع اي حد الناس تحاول تستكشف المنطقه دي عشان المنطقه دي فعلا فيها حاجات حلوه كتير. لو طلعنا فوق شويه طريق الساحل الجديد فعلا من الطرق الحلوه جدا. بقى الاسفلت بقى واسع، موضوع طريق الخدمه اللي عملوه وموضوع الكباري والميادين اللي فوق الناس كلها كانت بتتريق عليها في الاول. يا جماعه هي فعلا معموله صح، احنا بس كناش فاهمينها. دلوقتي احنا فهمناها، فاهم الحاجات اللي هي وفرت علينا جامد جدا. بقى طريق الخدمه هو ده الطريق الزحمه اللي الناس تقعد بقى تخش فيه كوره وتطلع من الكوره والكلام ده كله، والطريق العادي طريق سالك ما فيش عربيه بتعديه ولا بتسبب الحوادث اللي كانت موجوده زمان. فبرضه من الطرق الحلوه قوي. لو نزلنا على الجروب مش محتاج اتكلم تاني عن طريق القاهره الاقصر واسوان او طريق الصعيد الحر، اتكلمت عليه قبل كده في فيديو تاني، هتلاقي اللينك موجود عندكم فوق. بس هو فعلا من الطرق الخطيره. انا بالنسبه لي ده غير لي حياتي. انا طول عمري كنت بحب اروح الاقصر واسوان، وكنت بحب اودي ولادي كمان معايا الاقصر واسوان. وطبعا انتوا عارفين الطياره بقت غاليه جدا، القطر بيطول بصراحه قوي، الاتوبيس طبعا مش مريح خالص. فبصراحه انك يبقى عندك طريق زي ده وتعرف تاخد عربيتك وتروح، فعلا من الحاجات اللي انا فخور بيها جدا ان هي اتعملت في مصر. طريق السخنه ده طبعا اول الطرق اللي اتعملت على مستوى عالمي عندنا في مصر. طريق خطير، 5 حارات رايح 5 حارات جاي. وطبعا لما كملوه بطريق الجلاله بقى الموضوع اسهل بكتير قوي. بدل ما كنت زمان بتطلع على البحر ومحتاج تمشي الحته اللي هي عامله زجزاج دي كلها وبتلاقي عربيات نقل رايح جاي، دلوقتي اما تخلصوا بتطلع على طريق الجلاله. طريق الجلاله بيكسر لك الحته دي كلها، وبرده من الطرق الجميله جدا اللي هتحب اصلا تتفرج عليها وانت ماشي من كتر شكل الجبال وشكل الشمس والسحاب والكلام ده كله. طريق القاهره الغردقه بقى طريق جميل جدا، سواء انت رايح الجونه او الغردقه او رايح مكادي باي الكلام ده كله. الطريق ده بقى خطير وفعلا بقى اي حد يعرف يطلعه. في ناس بيطلعوا كمان بالليل من كتر ما الطريق بقى جميل ولذيذ. وكمان من الطرق اللي هي اتطورت مؤخرا طريق الغردقه مرسى علم. طريق كانت ناس شويه بتخاف تروح له، بس مرسى علم تعتبر من اجمل شواطئ مصر وممكن تكون من اجمل شواطئ العالم، وكمان فيها احلى اماكن للسنوركلينج والدايفنج. فدلوقتي لو انت معاك عربيتك عادي جدا تروح من القاهره لمرسى علم في حوالي 6 7 ساعات على حسب سواقتك. وده من الحاجات اللي برضو الطرق ظبط فيها قوي. طريق القاهره السويس بقى عندك 4 حارات يمين 4 حارات شمال، بقى في حر للنقل فبقى النقل بقى بعيد عنك، فسهل مشوار السويس. وكمان طبعا سهل مشوار شرم الشيخ لو انت عايز تروح سينا بعد كده. لو هتكلم بقى عن سينا دي قصه ثانيه خالص. طبعا النفق الجديد ظبط الدنيا جامد، ما بقاش فيه فترات انتظار طويله. بقى عندك طريق راس سدر شرم الشيخ، وده الطريق اللي هو بيبدا من عند عيون موسى. والطريق ده بجد بجد يا جماعه لو حد قبل كده جرب الطريق القديم وجرب الطريق الجديد هيفهم الفرق. انت دلوقتي بتوصل من شرم الشيخ وانت مرتاح. الطريق عباره عن حوالي 370 كيلو من راس سدر لغايه شرم الشيخ، انت ماشي مثبت سرعتك على 120 كيلو في الساعه، عندك محطه بنزين كل 70 80 كيلو. الموضوع بقى فعلا مريح جدا ومش محتاج فعلا تعمل اي مجهود، وعادي جدا تطلع بعربيتك من القاهره توصل شرم الشيخ ما بين 5 ل 6 ساعات، مش زي زمان خالص. اخر طريق هتكلم عليه، مع ان ممكن اقعد لغايه بكره اتكلم عن كل الطرق اللي في مصر، احب اتكلم عن الطريق بتاع نفق لغايه نخل. وده الطريق اللي انت بتاخده لو انت عايز تروح نويبع او عايز تروح طابا من القاهره. وده فعلا من الطرق اللي برضو اتطورت قوي وبقى طريق عريض. لو الناس فاكره زمان كان الطريق ده رايح جاي وكان كل شويه فيه حفر ومطبات، لا الموضوع دلوقتي اختلف خالص وبقى سهل جدا انك انت تروح نويبع او راس شيطان او طابا لو انت حابب تروح مع اصحابك. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم في كده مصدقينها مع حجازي، واشوفكم في حلقه تانية. ولو عندكم اي افكار تانية عايزين نتكلم عليها اكتبوا لي في كومنتس تحت. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.